السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. اليوم في هذا الشرح بسيط سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا فيما يخص كلمة السر الذي نستعملها يعني في جميع الحسابات، فيما يخص حساب يعني التواصل الاجتماعي أو يعني كلمة سر في هاتف أو جهاز كمبيوتر أو ما شابه وإلى آخره. الموضوع هذا مهم يعني، واليوم سوف نشاهد طريقة الاختبار يعني كلمة السر الذي نستعملها. في الأول يعني أنصحكم بعد الدخول إلى هذا الموقع يعني لا تستعملوا كلمة السر يعني الذي تستعملوها يعني عادة. استعملوا يعني جربوا كلمة سر يعني مشابهة للتي تستعملونها يعني هكذا. يعني هذا أمر خطير يعني أن نضع كلمة السر يعني خاصة بنا، يعني كتفادي يعني أي شيء يعني نسخ هذه الكلمة. ويعني هذا الموقع يعني موثوق به، ولكن نتفادى هذا الأمر كليا. نضع كلمة مشابهة يعني للذين نستعملها عادة. بدون إطالة نذهب إلى الموقع. سوف تجدون هذا رابط مباشر تحت في الوصف تحت الفيديو. هنا نضع كلمة سر خاصة بنا. مثلا سوف نضع كلمة سر من أحرف فقط. مثلا أحمد بالفرنسية يقول لي كم يستغرق من الوقت لاختراقه لإيجادها يعني هذه الكلمة يعني هنا سوف نقوم بترجمة الموقع إلى الفرنسية. هذا الوقت الذي يستغرقه لإيجاد هذه الكلمة. نضيف إليها مثلا نضيف إليها بعض الرموز. وكنصيحة أيها الأخوان، لا نستعمله يعني في المواقع مثل فيسبوك وتويتر ويعني في جميع المواقع أو في جميع يعني الأماكن التي تطلب منا أمر وضع كلمة مرور كلمة سر خاصة بنا. كنصيحة يعني استعملوا الرموز هي عديدة وكثيرة، منها يعني كمثال بسيط. لماذا لا نستعمل يعني الأروباسك مثلا؟ لماذا لا نستعمل سلاش مثلا؟ نجمة وحتى النقطة. وين تطلب الأمر يعني نستعمل المسطرة بالكمبيوتر يعني الإسباس كما يقول الفراغ هذا يعد رمز، يقرأ رمز. ونجمع يعني، وهنا نضع يعني الرموز التي نريدها. مثلا سوف نضع الرمز الذي سوف أضع أروباسك. تغيرت المدة. سوف أضع سلاش، يتطلب دقيقة يقول لي لاكتشاف هذا الرمز. نضع النجمة، يتطلب يعني أي كمبيوتر فيه جهاز فيه تطبيق لاختراق الكلمة السر يتطلب ساعة. نضع نقطة، نضيف نقطة، وهكذا. وهنا يعني المراد يعني من الدخول إلى هذا الموقع هو اختبار الكلمة السر الخاصة بنا. نغير الاسم، وسوف نقوم بإضافة أرقام تجربتها. مثلا 2017 نضع لها 2 أروباسك مثلا. المدة هي المدة التي يستغرقها أي كمبيوتر لإيجاد هذه الكلمة. نضع نقطة مثلا، نقطتين تتطلب 6 دقائق. يعني هذه الكلمة المرور ضعيفة جدا. لذا يعني المراد من هذا الدرس ومن هذا الشرح البسيط هنا نختبر يعني كلمة سر المرور الخاصة بنا، ونختبر يعني الأصعب منها وسهلة لحفظها يعني بالنسبة لنا، ونستخدمها وهكذا. أتمنى أن ينال إعجابكم الوصف والشرح، وأن تكونوا استفدتم. وفي الأخير لا تنسوا يعني دعم اشتراك ولايك للفيديو حتى يستفيد منه غيركم. وفي درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.